وبركاته. يا رب تكونوا دايما في احسن حال يا رب. ورجعنا تاني للدوري المصري تاني والعكننة تاني، ورجعنا للمرار الطافح تاني. مباراة الأهلي النهاردة مباراة سيراميكا كليوباترا والمباراة تبقى من طرف واحد، ويبقى يعني المباراة معقدة النهاردة. النادي الأهلي بقاله تلات أربع مباريات مش في المستوى المعتاد. مش ده النادي الأهلي قبل المونديال الحقيقة، مش ده النادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي بدأ بطريقته المعتادة 4-2-3-1. وعلى الجانب الآخر بقيادة المحترم الحقيقة أحمد سامي، من أيام ما كان ماسك سموحة وعامل شغل كبير جدا جدا الحقيقة، ومدرب ناجح أثبت اللي هو مدرب محترم، مدرب كفء الحقيقة. قدر النهاردة إنه يعمل دفاع منظم، وقدر النهاردة نلعب على الهجمة المرتدة عن طريق النهاردة جون إيبوكا وعن طريق محمد إبراهيم. كان بيلعب النهارده على الهجمه المرتده على النادي الاهلي، واستغل الحقيقه النهارده الاهلي 14 ضربه ركنيه، مفيش ولا كورنر مستغل. في المقابل نادي سيراميكا كليوباترا كورنر واحد، ضربه ركنيه واحده، احرزوا هدف. النهارده مع خط الدفاع النادي الاهلي النهارده في الكوره، ومحمد الشناوي يسأل عن الهدف. الشناوي مش ده الشناوي، مش ده محمد الشناوي الحقيقه. يعني فين التمركز بتاع الدفاع النهارده في المشكله كبيره النهارده في الهدف. فين التمركز؟ الراجل طالع احمد رمضان بيكهام لعبها بكل النهارده، خدها وسبق، محدش ماسك احمد رمضان بيكهام، محدش مراقبه، طلع ولمسها قبل الشناوي. وطبعا محمد الشناوي يسأل عن الهدف اللي دخل فيه خلال، والحقيقه الهدف جه في توقيت صعب جدا في اخر الشوط الاول الحقيقه. الحقيقه النادي الاهلي النهارده في مشكله كبيره جدا في اللمسه الاخيره، في مشكله كبيره جدا في اللمسه الاخيره النهارده، في مشكله في الفينش. يمكن المباراه بدات من ماتش فاركو ومن ماتش سموحه المباراه اللي فاتت، وماتش النهارده ماتش كليوباترا. وطبعا المباراه الجايه مباراه كبيره، مباراه صعبه جدا جدا قدام نادي بيراميدز، فرقه تقيله، فرقه محترمه جدا، عاملين شغل كبير جدا. الدوري صعب، الدوري مش زي الاول الحقيقه. النادي الاهلي تالت سنه على التوالي السنه دي، مش ده الاهلي، مش دي اللعيبه مش قادرين. مفيش عدم تركيز كبير جدا جدا. وادي الشناوي عاملين نمجد فيه وعاملين نمجد في لعيبتنا وعاملين نمدح، وفي اخطاء كبيره جدا. لازم يكون في وقفه، لازم يكون في صفقات في يناير، لابد من وجود صفقات في يناير. في مشكله كبيره جدا الاهلي من النهارده، لا في اشد الحاجه المهاجم يخلص من انصام الفرص. فرص كبيره جدا جدا النهارده بتضيع، يعني فرص كبيره جدا النهارده بتضيع. الاهلي في اشد الحاجه لجناح اشول، لجناح بيلعب برجله الشمال، وفي اشد الحاجه الراس حربه، وخط واحد في خط الوسط مع كبر سن عمرو السولية، ومع ديانج، ومع حمدي فتحي مستواه في النازل. حمدي فتحي مستواه في النازل، مش ده حمدي فتحي. في كذا لاعب النهارده في النادي الاهلي، مش دي لعيبه الاهلي. ده سافيو عاملين نتكلم عليه، مش ده سافيو، ولا ده النهارده، ولا ده ياسر ابراهيم، ولا محمد عبد المنعم. مش ده تمركز النهارده بتاع الدفاع بتاع النادي الاهلي، مش ده الشناوي المونديالي بتاع كاس العالم روسيا، مش ده محمد الشناوي، مش ده العملاق الاخطبوط. لا، لازم تكون في وقفه النادي الاهلي واستعاده الاوراق مره تانية. المرحله الجايه صعبه، عندك بطوله دوري ابطال افريقيا، كاس العالم للانديه دخل على معمعه. لابد من وجود صفقات في يناير، لابد من وجود صفقات تقدر تكمل المسيره مع النادي الاهلي. وفي الاهلي في اشد الحاجه المشكله كهربا تتحل. كهربا هيفرق جدا جدا مع الاهلي لو رجع. كهربا لو بدا يلعب في المنتشر ومشكلته ان شاء الله باذن الله تتحل، وبدا ياخد في المباريات، هيرجع وكهربا يعني هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. النهارده في كذا لاعب مش مستوى النهارده يعني الحقيقه ثلاث اربع لعيبه نحييهم النهارده، شابوه النهارده. علي معلول ومحمد هاني النهارده وحسين الشحات الحقيقه من اميز اللعيبه النهارده اللي في مستواهم الحقيقه، من اميز اللعيبه. وعلي معلول النهارده
من اول يوم دخل في النادي الاهلي عمره ما بيخلق بنقطه عرق على النادي الاهلي، وبيلعب بروح. فين الروح النهارده؟ فين الاصرار على الفوز؟ فين العزيمه؟ النادي الاهلي النهارده مضيع فرص كتيره جدا. يعني شادي حسين، انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا، انت مضيع فرص كتيره جدا يا شادي. فين شادي حسين؟ شادي الهداف، ابن المدرج، ابن التالتة شمال. لازم تكون في وقفه جدا كبيره جدا من النادي الاهلي كل مباراه. مستر كولر كل مباراه يغير. لازم لابد من ثبات التشكيل. من اهم المميزات اي فريق في العالم من ثبات التشكيل في المباريات. لازم تثبت تشكيلك، خصوصا خط الدفاع. بتغير كتير في الديفنس، مره ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، مره رامي ربيعه ومحمود متولي، مره متولي ومحمد عبد المنعم. ولابد من مراجعه الحسابات تاني من مستر كولر. لابد نعيد حساباته مره تانيه ويعيد اوراقه. لازم يكون في صفقات قوية جدا جدا في يناير. انت داخل على كأس العالم للأندية، عندك بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندك معمعة، داخل على معمعة كبيرة جدا. لازم تقوية الخط الأمامي. لابد من وجود صفقات قوية جدا جدا خلال الفترة القادمة، سواء محليين أو أجانب. لابد من وجودهم. وفي برضه في نقطة، النهارده النادي الاهلي مفيش تركيز على المرمى نهائي. اهدار كبير جدا جدا للفرص النهارده. يعني قفشه الحقيقه النهارده في تحسن طبعا كبير جدا جدا، يعني زي ما انتقدناه في مباراه فيوتشر، وقلنا قفشه دخل وتسرع ان هو يحط ضربه الجزاء وعايز يلعب من دماغه وخالف تعليمات المدير الفني. لان النهارده نقدر قفشه النهارده لا احسن شويه من مباريات فاتت. لا احسن من كده، وقفشه عنده احسن من كده. قفشه احنا عايزين قفشه بتاع القضيه. ممكن قفشه من المباراه دي مش ده قفشه اللي احنا عارفينه. والحقيقه النادي الاهلي الحقيقه لازم تكون في وقفه. انت عندك المباراه الجايه مباراه بيراميدز، لازم تكون وقفه كبيره جدا جدا. بطوله الدوري بطوله صعبه، وكل الفرق النهارده بتهاجمك، وكل الفرق النهارده بتلعب عليك زون ديفنس، وعندهم مفيش فرقه سهله النهارده. كل الفرق بتدعم، كل فتره بيدعم ب 18 لعيبه. النهارده الاسماعيلي بيتعاقد مع المدير الفني المحترم العالمي احمد حسام ميدو. كل الفرق مدعمه من اصغرهم لاكبرهم، حتى اللي صعد حديث السنه اسوان الداخليه. كل الفرق بتدعم فرقتها. مفيش فرقه سهله النهارده. ما تقدرش النهارده تتوقع نتيجه اي مباراه. انت النهارده 14 ضربه ركنيه للاهلي في مقابل كورنر، ضربه ركنيه لكليوباترا. ضربه ركنيه واحده كليوباترا جت جول في المقابل 14 ضربه ركنيه النهارده. ولا كورنر ولا واحده فيهم مستغله من النادي الاهلي. كلهم مفيش ولا فعاليه خالص، كلهم سلبيين. ما عندك ما شاء الله محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، شادي، كل دول بيلعبوا دماغهم كويسين جدا. فين النهارده الاستغلال الكرات الثابته النهارده كان في نقدر نتكلم عن نقطه كمان ايجابيه. النهارده في سلاح التصويب. النهارده محمد هاني شاط كذا كوره، وعلي معلول شاط اكتر من كوره، وقفشه شاط اكتر من كوره. لابد من وجود التصويب اكتر من كده خلال المباريات القادمه. لابد من اعاده الاوراق من تانية. لابد اعاده الحسابات مره اخرى. متعه طبعا. الدوري الانجليزي من افضل الدوريات في العالم، اقوى دوري في العالم الدوري الانجليزي الحقيقه. كان عندنا النهارده مباراه ليدز يونايتد ومباراه مانشستر سيتي الحقيقه. الحقيقه طبعا النهارده فرق الامكانيات وفرق فرق السرعات الحقيقه. النهارده الحقيقه بدات المباراه الحقيقه ضغط كبير جدا جدا، وده ظهر الحقيقه في اكتر من كوره خلال الثلاث اهداف لمانشستر سيتي الحقيقه النهارده. من خلال الضغط المتقدم جدا جدا اربك دفاعات ليدز يونايتد اكتر من مره الحقيقه، وده ظهر طبعا من خلال سرعات جريليتش، من افضل المهاجمين حاليا في السيتي. يعني استغل طبعا اخطاء ليدز يونايتد الحقيقه النهارده في اكتر من كوره الحقيقه. وطبعا ماكينه الاهداف النرويجي هالاند الحقيقه لا يشبع، ما بيشبعش ده من تسجيل الاهداف الحقيقه.
ومستقبله كبير الحقيقة. وفي يوم من الأيام افتكروا كلامي، هيفوز بأفضل لاعب في العالم، هيفوز بالكرة الذهبية في يوم من الأيام، لأنه الحقيقة من المهاجمين اللي الحقيقة الأشراس على المرمى، من المهاجمين التقال الحقيقة على المرمى، وهيفرق في الشامبيونز ليج مع مانشستر سيتي الحقيقة هيفرق. وطبعا مع وجود رياض محرز، وطبعا الخط الوسط اللي هو من وجهة نظري ده القلب النابض لمانشستر سيتي، القلب النابض دي بروين. مفيش اجمل ولا امتع من كده الحقيقه دي بروين. تقعد تتفرج كده على دي بروين يمتعك الحقيقه، من افضل اللاعبين اللي في خط الوسط في العالم الحقيقه. دي بروين من امتع اللعيبه اللي انت تقدر تستمتع وانت قاعد بتتفرج عليهم الحقيقه. وطبعا النهارده كان وجود رائد محرز النهارده ما كانش في المستوى المطلوب الحقيقه، لكن نقدر نقول قدم مباراه جيده رغم اللي فيه رعونه عنده. دي ظهرت من خلال المباراة أفضل، من خلال الشوط الأول بشكل خاص يعني. كان عنده بعض الرعونة الحقيقة خلال المباراة، لكن أدى مباراة جيدة الحقيقة. ورياض محرز عنده أفضل من كده الحقيقة، النجم الجزائري طبعا عنده أفضل من كده الحقيقة. وقدر قبل ما ينتقل لمانشستر سيتي، من أيام ما كان في ليستر سيتي كان عامل شغل كبير جدا جدا، وقدروا يحققوا الدوري الإنجليزي. نيجي للجانب الاخر، ليدز يونايتد الحقيقه في نقطه، يعني المدرب ما فاقش في غير بعد فوات الاوان في المباراه الحقيقه. اما في مشاكل في خط الدفاع بتاع مانشستر سيتي الحقيقه، وده ظهرت في مشاكل في ظهر ستونز او في ظهر اكي من الناحيه العكسيه، من الناحيه التانيه في بطء شويه، وفي بعض نوعا ما مشاكل في خط الدفاع لمانشستر سيتي. لو كان ليدز يونايتد لعب على الهجمه المرتده واستغل سرعات فرقته عن طريق جنوده في الهجمات المرتده الحقيقه، لكن الحقيقه ما استغلش المدرب الحقيقه ده، ما قدرش يستغله خلال الشوط الاول الحقيقه، وقدر يستقبل الاهداف بالطريقه اللي انتوا شفتوها من خلال السرعات طبعا والماكينه الاهداف هالاند. ما قدرش ليدز يونايتد ان هو حاولوا الحقيقه يرجعوا في اخر ربع ساعه وفي المباراه، انما ما قدروش الحقيقه. لكن سيتي قدر ياخد اللي هو عايز المباراه. لكن في نقطه ممكن تظهر قدام الفرق الكبيره، قدام ليفربول، قدام ارسنال، قدام الفرق التقيله تشيلسي، حتى في الشامبيونز ليج، سواء قدام ريال مدريد حتى، او قدام مثلا باريس سان جيرمان، او قدام الفرق التقيله في بعض الاحيان بعد كده. وظهرت الحقيقه في الشامبيونز ليج الموسم الماضي قدام المارينج ريال مدريد، وما قدروش يحافظوا على تقدمهم الحقيقه. دي مشاكل، يعني ده اللي يعوق الحقيقة مانشستر سيتي. لكن لا غبار على الخط الهجومي، لا غبار على الخط الأمامي، لا غبار عليهم خالص يعني. الحقيقة مهاجمين تقال، فرقة كبيرة، فرقة تقيلة، لكن ينقصها التمركز وتصلح بعض الأخطاء. لازم جوارديولا طبعا العقل المفكر جدا، من الحقيقة من أفضل المدربين الحقيقة على مستوى العالم، اللي بيمتعني أنا شخصيا. يعني لازم يحاول على قدر الإمكان إنه يعدل من المشاكل الدفاعية اللي ظهرت في مباراة اليوم. وبتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة في الفترات القادمة وفي المسابقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.